كنا بنزور خالتي في القاهرة من كام يوم، وشفت بالصدفة تحت منها نجار عارض حاجات قديمة للبيع، دواليب، مطابخ، مكاتب وحاجات بانية كتير. ومن باب الفضول سألته، ولقيت الأسعار عنده رخيصة بطريقة مبالغ فيها لأنها حاجات قديمة شويتين، وعرفت إنه بيجدد الحاجة وبيرجعها جديدة، والسعر بيزيد حاجة بسيطة قوي. ومن جوايا زعلت لأننا مش هنعرف ننقل الحاجات دي بسبب المسافة، لأننا من الصعيد. وفي نفس اليوم بالليل وبالصدفة البحتة بكلم صاحبتي، وعرفت إن أبوها بينقل نقلة فاكهة لسوق العبور في القاهرة وراجع بكرة بالليل للصعيد وهو فاضي. وجه في بالي وقتها النجار. كلمت صاحبتي تكلم أبوها ياخدنا معاه لأن معانا حاجة خشب عاوزين ناخدها. استغربت من الطلب، وخاصة إني مش متعودة أطلب طلب زي ده، بس ما اعترضتش. كلمت أبوها ورحب بيا أنا وأمي، وقال إنه هيعدي علينا بكرة بالليل بالعربية. من فرحتي نزلت للنجار فوراً وبدون علم أمي، وبدأت أتفرج. مكاتب، دواليب، ومطبخ. مطبخ من الخشب الزان وشكله جميل قوي. سألت على سعره ولقيته برخص التراب. طلبت منه يجدده وهستلمه منه بكرة، وطلعت أبشر أمي بالخبر وأنا طايرة من الفرحة. بس عكس المتوقع، خدت وصلة من التهزيء والشتايم، وكانت هتضربني كمان. رحت اتفقت على مطبخ وكلمت أبو صاحبتي، وكل ده من وراها. بس مسافة ما شافت المطبخ المتجدد تاني يوم عينيها زغللت وفرحت. وفعلا على بالليل جالنا أبو صاحبتي وحطينا المطبخ على العربية، وركبنا أنا وأمي معاه قدام وانطلقنا 8 ساعات كاملين لحد ما وصلنا الصعيد، خاصة إنه كان ماشي بسرعة 60 على الحارة الخاصة بطريق النقل على الطريق الأسيوطي الغربي. وفي النهاية وصلنا. الشارع كله اتلم علينا عشان يتفرجوا على المطبخ الجديد، ونزل أبويا وعمي ومرات عمي، وطلعنا المطبخ على فوق وحطينا القديم المتهالك على السطح. ونمت ليلتها وأنا حاسة بنشوة غريبة، إني خلاص كبرت وبقيت بجيب الحاجات اللي محدش يعرف يجيبها، خاصة لما شفت نظرة الانبهار في عينين مرات عمي لما عرفت إن المطبخ كله ب500 جنيه والنقل كان ببلاش، وكمان من الخشب الزان اللي استحالة حد يعمله دلوقتي غير لما تدفع له مبدئياً 4000 جنيه في إيده. نمت نوم عميق، صحيت منه على صوت خبط قوي قوي. كان في حلة وقعت بصوت رنان على الأرض. تجاهلت الصوت، لعل وعسى حد دخل المطبخ ووقع حاجة. بس مفيش دقايق وسمعت صوت خبط قوي كأن كل الأطباق بتقع في الأرض. قمت مخضوضة ودخلت المطبخ، وقدام عينيا شفت كل الأطباق والحلل المرمية في المطبخ بعشوائية شديدة، والمطبخ نفسه فاضي تماماً. وقفت مذهولة، مش فاهمة ده إيه ولا إزاي حصل ده. أكيد أمي أو أبويا مش هيعملوا كده. وباب الشقة مقفول بالترباس. ممكن يكون حسد، بس الحسد هيوصلنا للدرجة دي؟ احتمال كبير، ليه لأ؟ جمعت كل حاجة ورصيتها في المطبخ مرة تانية، وقفلت الباب كويس. ومسافة ما خرجت سمعت صوت رزعة لدرجة إني نطيت من مكاني. دخلت بسرعة وأنا مرعوبة، لقيت طبق مرمي في الأرض وكأن حد رماه بغضب شديد. وبدأت أسمع صوت حاجة بتخربش في المطبخ وكأنه فار مثلا، وأنا بترعب منهم أكتر من رعبي من أي حاجة تانية. عشان كده قفلت باب المطبخ وخرجت خالص. عدت الليلة وما حكيتش أي حاجة من اللي حصل، ودعيت ربنا إن الأمور تهدى على كده وخلاص. بس للأسف تاني ليلة حصل موقف أغرب من الخيال. في البداية سمعت نفس صوت الخبط والرزع في المطبخ، وقفت في الصالة في الضلمة أراقب باب المطبخ وأنا مرعوبة وخايفة أقرب منه. وقدام عينيا شفت باب المطبخ بيتفتح بهدوء شديد، وحسيته كأن حد بيخرج منه. كانت الساعة وقتها 2 بالليل. وقدام عينيا شفت باب الشقة كمان بيتفتح. فتحت قرآن في البيت وفضلت أترعش مكاني، مش عارفة أصحي أبويا وأمي ولا أعمل إيه. وفضلت على الحال ده يمكن نص ساعة لحد ما سمعت صوت صريخ هستيري من فوق من شقة عمي ومراته. أبويا وأمي صحيوا وجرينا، لقينا مرات عمي مرمية على السلم وبتتنفض، وعرفنا منها إنها شافت واحدة شبه أمي بتخبط على الباب بتاعها وبتقول لها إن في حاجة بتخنق الفراخ على السطح. ولما طلعت فوق لقيت الست دي وشها بيسود ويضلم بطريقة مرعبة، فنزلت تجري وتصرخ. كلهم كانوا مش فاهمين إلا أنا. الحاجة اللي في المطبخ بقت بتخرج وتتحرك، ويا عالم ممكن تدخل عليا أوضتي وأنا نايمة ولا لأ. مجرد التخيل نفسه مرعب جدا لما تعرف إن في حاجة بتتحرك، حاجة مش بشرية، وعندها المقدرة تروح وتيجي وتفتح الأبواب.
وعدت الليلة التانية وأنا من جوايا حاسة برعب ما بعده رعب. وتكمل اللوحة المرعبة لما خالتي جوزها يتوفى، وأمي تجري هي وأبويا عشان يلحقوا القطر والدفنة، وأفضل أنا لوحدي في البيت عشان الطيور اللي بنربيها. كلمت مرات عمي عشان أبات معاها لأني مش عايزة أبات لوحدي، بس شفت نظرة عدم رضا في عينين عمي، وغصب عني نزلت شقة أبويا وبقيت مضطرة أبات فيها ليلة وممكن أكتر، والله أعلم ممكن يحصل إيه. فتحت قرآن في الصالة وحاولت أشغل نفسي في أي حاجة طول النهار، وعلى بعد العشاء سمعت صوت انفجار مكتوم. خرجت من أوضتي مخضوضة عشان ألاقي التلفزيون محروق، ظاهرة ممكن تعيش عمرك كله ما تشوفهاش، بس أنا شفتها وفي أسوأ ليلة منتظراها في حياتي. فصلت الفيشة من الكهرباء، وقبل ما أتحرك سمعت صوت ضرفة المطبخ بتتفتح. صوتها كان مميز جدا وواضح، صوت بيقول إن في مصيبة على وشك إنها تحصل. قربت من المطبخ وأنا بردد كل الأدعية اللي حافظاها، ودخلت المطبخ، ومسافة ما فتحت النور المصباح ضرب، وكأن في شحنة كهرباء عالية مسكت البيت كله. أو يمكن السبب هو الشيء المتكون جوه المطبخ ده، شيء صغير مش مفهوم له ملامح. فقدت وقتها القدرة على الكلام، لساني اتشل وقلبي بقى بيدق بجنون، ومع ذلك غصب عني بقرب. وفجأة شفته بوضوح لما رفع وشه ناحيتي. كان طفل قاعد في وضع جنيني، رفع راسه ناحيتي وهو بيترعش اتكلم وقال: اوعي تقولي لها اني مستخبي هنا. ولقيت نفسي برد عليه بكل رعب الدنيا: هي مين؟ عشان يرد بصوت كله خوف: اللي موجودة في الضرفة اللي جنبي. بصيت لما الضرفة التانية اتفتحت بعنف، وظهرت واحدة ست ضخمة وهي ماسكة سكينة ووشها كله محروق، وهجمت عليا. وبدأت أسمع صرخات الطفل، وكانت آخر حاجة سمعتها، لأني بدأت أصرخ بأعلى صوت ممكن، وما فقتش غير وعمي ومراته كسرين باب الشقة وبيحاولوا يفوقوني، وفضلوا معايا لحد الصبح، وأنا عمال أتنفض وبقول: عاوزة أبويا. اتصل عمي في النهاية بوالدي، اللي أول ما سمعت صوته انهارت في نوبة بكاء عنيفة. أبويا كان حنين قوي، حاول يحتويني ويسمع مني، كان بيقدر يخرجني من أي حالة أنا فيها. حكيت له كل حاجة، وطلب مني أفضل عند عمي ومنزلش الشقة لحد ما يرجع. وعلى آخر اليوم رجع والدي ومعاه 2 شباب، دخل فض المطبخ وشالوه ورموه في الترعة البعيدة، وفضل يهدي فيا وقرأ علي قرآن لحد ما فعلا قدرت أرجع لهدوئي من تاني. وعرفت منه إنه راح للراجل بتاع الخشب، وعرف مين اللي باعله المطبخ، وراح للي باعه، وفضل وراهم لحد ما عرف حكاية المطبخ ده. عارف إن المطبخ كان ملك راجل ضعيف الشخصية، كان مخلف طفل من مراته الأولى، وعايش هو وطفله مع مراته التانية، الست اللي كانت أقسى من الحيوانات المفترسة، وكانت مستعبدة الطفل وبتضربه وتعاقبه عقاب شديد على أبسط حاجة يعملها، لحد ما في مرة مات في إيديها وخافت إن أمرها يتفضح، فخبت الجثة في المطبخ لحد ما جه الليل، وقدرت ترمي الجثة وتقول إن الولد هرب، والموضوع عدى ومحدش عارف الجريمة غير أختها. بس كلها أسابيع وتنفجر أنبوبة البوتاجاز في وشها وتتحرق وتقع ميتة ومحروقة جوه المطبخ، وفي نفس المكان اللي خبت فيه جثة الطفل. وكأن العدل الإلهي اتحقق في فترة زمنية قصيرة جدا. حزنت قوي على اللي سمعته ده، خاصة إني شفت الطفل وعرفت إن المطبخ كان ملعون بالموت وشهد ظلم كبير. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي اتعلمتها إن القسوة عاملة زي النار اللي بتحرق كل اللي حواليها وترجع تحرق نفسها في الآخر. ربنا كتب على نفسه الرحمة، وبيحب يشوفنا بنتعامل بينا بكل رحمة، إنما إنك تنزع الرحمة من قلبك خاصة على مستضعف وتعامله بقسوة وشدة، يبقى يويلك من حساب الخالق.
يا ويلك من جهنم اللي اتخلقت للظلمة والمتكبرين والجبابرة. يا ويلك من زبانية الإله